الكبدة الاسكندراني هعملها لكم النهاردة على طريقتي، بجد طعمها تحفة وتجنن. واهم حاجة كمان التقطيعة بتاعتها. شايفين التقطيعة عاملة ازاي؟ شرايح طويلة كده، ما بتبقاش رفيعة قوي. وكمان الكبدة انا ما بغسلهاش. تعالوا بقى نتبلها ازاي. اول حاجة التتبيلة عندي فلفل اخضر مفروم معاه توم، وهنزل كمان بكمون وفلفل وملح بالشكل ده. الليمون اهم حاجة في الكبدة وبيضيع زفرتها خالص، والكبدة ما تغسلوهاش عشان ما تبقاش زفرة. هنزل بالليمون، ليمونة كده كبيرة، وكمان دبس رمان. الدبس رمان بيخلي الكبدة في حتة تانية خالص. معلقة بس منه، وهقلبهم كده مع بعض كويس جدا، واسيبها بقى متبلة في التتبيلة دي مش اقل من ساعة. بعد كده اكون بقى محضرة صينية او طاسة يكون فيها زيت ومعلقة سمنة، ويكونوا سخنين جدا. لازم تبقى سخنة عشان الكبدة ما تنزلش ميتها، ويا ريت تكون واسعة على مقاس الكبدة عشان ما تبقاش فوق بعضها يعني. وهبدأ ان انا افرد الكبدة كده فيها، هفردها بس نزلت كده بالكبدة في زيت سخن وعليه سمنة وبفردها، ما بعملش حاجة غير كده، وبسيبها ما بمسكهاش لحد ما تغير اللون بتاعها. هحط لها بس رشة كزبرة ناشفة، ممكن احطها لها في التتبيل او دلوقتي عادي. واول ما بتغير اللون من تحت ما بقلبهاش خالص ولا باجي جنبها غير لما بتاخد لون من تحت. واول ما بتغير اللون بقلبها تقليبة بسيطة كده. واول بقى ما لونها كله يتغير بنزل بقى بالفلفل الاخضر المقطع، ممكن تحطوا بقى فلفل شطة فلفل بارد زي ما انتوا حابين، ومعلقة توم كبيرة مفرومة. دي تكات مهمة جدا. وكمان لو عندك فلفل الوان بتضيفي فلفل الوان بتبقى جميلة فيها. بس كده بقلبها بقى تشويحتين كده مع الفلفل، ما بدبلوش خالص. وكده الكبدة بتكون استوت معايا، وخلاص على كده ما تسويهاش زيادة عشان ما تجلدش معاكي زي ما احنا شايفين. وبقدمها بقى تحفة، تعملوها بقى مع عيش او ساندوتشات بقى فينو او مكرونة زي ما انتوا حابين. بجد الطريقة دي تحفة وهتعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا.